أهلا بكم إلى نقطة حوار اليوم مع سمير فرح. من أين أبدأ؟ كيف أضع عنوان حلقة اليوم بطريقة دبلوماسية؟ العرب لا يقرؤون الكتب؟ العرب لا يحبون قراءة الكتب؟ لما لا أستنجد بآخر دراسة صادرة عن مؤسسة الفكر العربي؟ معدل القراءة لدى الفرد العربي لا يتجاوز 6 دقائق سنوياً، في حين أن حصة نظيره الأوروبي تبلغ نحو 200 ساعة سنوياً. نسبة القراءة في العالم العربي وصلت الآن إلى مستويات متدنية لدرجة تبعث على القلق، أسوأ من السابق. واقع القراءة المسجلة في الوطن العربي مخيف وكارثي. الأسباب متعددة وسنتطرق إليها اليوم، ولكنني أريد بالدرجة الأولى طبعا أن أستمع إلى آرائكم أنتم وتجاربكم مع القراءة. كم كتابا قرأتم خلال العام الماضي؟ 0 كما أشار زميلي حازم قبل قليل. هذا هو سؤال الاستفتاء. أقل من 5 كتب قرأتم أم أكثر؟ أي نوع من الكتب تقرؤون؟ وللذين سيعترفون بأنهم لم يقرأوا كتابا واحدا حتى خلال العام الماضي، معلش، شكرا على صراحتكم، ولكن لماذا؟ أدعوكم للاتصال بنا بالوسيلة التي تناسبكم: فيسبوك، تويتر، جوجل بلاس، إيميل، الرسائل النصية، وطبعا عبر الهاتف. رقم المشاركة الهاتفية المباشرة هو 44 20 77 650 211. استمعوا إلى ما يقوله يوسف بلقر من الأردن. إذا صدقت أرقام الدراسة الصادرة عن مؤسسة الفكر العربي فإن هذا الأمر يعني أننا مقبلون على كارثة ثقافية، وقد يتجه العالم العربي للعودة إلى الأمية، مع أنني أرى بأن المواطن نفسه هو المسؤول، وإن لم يكن الأول فهو من ضمن المسؤولين المهمين في وجود هذه الظاهرة. فعلى الأسرة توفير كل السبل لأبنائها من خلال التوجه لإحدى المكتبات العامة للمطالعة. ولا شك لدي بأن وزارة التعليم ومدارسها يقع على عاتقها دور كبير وهام جدا من خلال الترغيب بالقراءة والبحث وتوفير المكتبة المدرسية. ولا شك كذلك بأن ارتفاع أثمان الكتب تلعب دورا سلبيا، ولكنني لا أعطي ذلك السبب الرئيسي، إذ كثيرا ما تقام معارض موسمية للكتب وتباع فيها الكتب بأثمان مقبولة. وأخيرا أرى أن المسؤول الأول عن الثقافة والمطالعة هو الفرد نفسه. فمن خلال سفر متكرر كنت ألاحظ بأن الفرد الأوروبي لا يترك فرصة إلا والكتاب بين يديه، في حين لم ألاحظ هذه الظاهرة لدى الفرد العربي. يوسف بلقر يقول إننا مقبلون على كارثة ثقافية، ومن هو المسؤول بالدرجة الأولى؟ المواطن، الفرد، مش المسؤولين. هذا كل ما سمح لنا به الوقت فيما يتعلق بالجزء التلفزيوني من البرنامج، ولكننا سنتابع الحوار بعد دقائق إذاعيا وعلى الإنترنت مباشرة بعد نشرة الأخبار، فلا تذهبوا بعيدا. وإضافة إلى وسائل المشاركة بالبرنامج، يمكنكم أن تتواصلوا معي أيضا شخصيا مباشرة على تويتر سام فرح BBC كلمة واحدة. أراكم بعد النشرة، لا تذهبوا بعيدا.